توقف القلب أو الكاردياك أرست حالة خطيرة ومشهورة جدا وبتحصل كتير، وهو إن القلب يقف وما يضخش الدم والأكسجين للدماغ والباقي أعضاء الجسم. توقف القلب مش مرتبط بمرض معين، ممكن حد يكون ماشي وفجأة تلاقيه وقع وفقد الوعي. مش مرتبط بسن معين، ممكن الشخص ده يكون شاب أو حد كبير، وشفنا كتير لاعب كورة وقع وقلبه وقف، شفنا طبيب واقف في نبطشيته عادي وقع وقلبه وقف. فحدوث توقف للقلب دي حاجة مش بعيدة عن أي حد فينا. فلو مهتم تزود معلوماتك وتعرف أكتر عن الحالة دي، دوس على زرار الاشتراك وتابعني. أنا دكتور عبد الرحمن جمال شرارة. أسباب توقف القلب كتير. السبب الأول والأكثر شيوعا هو الأريثميا أو عدم انتظام ضربات القلب، كذلك النزيف أو الصدمة، وده بيسبب انخفاض شديد في ضغط الدم وبالتالي انقطاع النبض وعدم تدفق الدم بشكل كافي للدماغ والأعضاء الجسم. تالت حاجة أمراض القلب التاجية، في الحالة دي الشرايين بتبقى مسدودة بالدهون وبعض الرواسب اللي بتقلل من وصول الدم وتدفقه للقلب. رابع حاجة هي النوبة القلبية أو الهارت أتاك. في الحالة دي غالبا بيكون في جلطة دموية بتمنع تدفق الدم في الشريان التاجي، وبالتالي مفيش دم كافي بيوصل لعضلة القلب، وده بيعمل تلف جزئي وأحيانا كلي لعضلة القلب فتقف عن العمل. خامس حاجة اعتلال عضلة القلب أو الكارديوميوباثي، ودي مجموعة أمراض بتسبب تضخم أو تصلب أو زيادة سمك عضلة القلب، وده بيضعف من عضلة القلب وبالتالي بيخل بقدرة القلب على ضخ الدم، وبيحصل معاها مشاكل زي عدم انتظام ضربات القلب اللي ذكرناها في الأول، والسبب ده هو السبب الأكثر شيوعا لتوقف القلب عند الرياضيين بالمناسبة. سادس حاجة وهي أمراض القلب الصمامية أو الفالفولار هارت ديزيز، زي تضيق صمامات القلب اللي بيؤدي لتضخم عضلة القلب وبالتالي ضعفها وتوقفها. سابع حاجة العيوب الخلقية في القلب أو congenital heart disease، وده بيكون السبب الرئيسي في توقف القلب عند الأطفال، كذلك في البالغين اللي خضعوا لجراحة تصحيح العيوب الخلقية في القلب وهم صغيرين. كذلك في بعض العوامل اللي بتزود من خطر الإصابة بتوقف القلب، زي العوامل الوراثية أو الخلل في النظام الكهربي للقلب أو التدخين أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر أو تقدم العمر أو تناول المخدرات أو نقصان بعض العناصر الغذائية زي البوتاسيوم والمغنيسيوم أو بعض أمراض الكلى المزمنة وغيرهم. طيب إيه هي أعراض توقف القلب؟ في بعض الحالات ما بيكونش فيه أي مؤشر قبل توقف القلب، وفي بعض الحالات بعض الأعراض اللي بتدل على اقتراب توقف القلب، زي الإحساس بألم في الصدر لمدة طويلة، وزي ضيق التنفس، وزي زيادة معدل ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. أول ما تحس بأي حاجة من دي ما تترددش إنك تروح أقرب مستشفى ليك على الفور. طيب إيه أبرز العلامات اللي أول ما تشوفها في الشخص اللي قدامك تعرف إن قلبه واقف؟ أولا بيحصل انهيار كامل وفقدان للوعي. ثانيا بيحصل انقطاع للنبض وانقطاع للنفس لمدة بتزيد عن 10 ثواني. طب ازاي بتصرف مع حالات توقف القلب؟ أول وأهم خطوة هتاخدها على الفور هي طلب المساعدة والبدء الفوري في الإنعاش القلب الرئوي أو CPR، ودي لابد تكون في وقت أقصاه 8 دقايق من توقف القلب، لأن لو فات أكتر من كده هيحصل حاجة اسمها السكتة الدماغية بسبب عدم وصول الدم والأكسجين للدماغ، وده بدوره هيؤدي لتلف الدماغ بشكل مفيش رجوع فيه للأسف، وهيترتب على كده أضرار جسيمة لباقي أعضاء الجسم أو هيؤدي للوفاة. علشان كده كل ثانية هتفرق مع المريض وهتفرق في نسبة نجاته أو في عمل أعضاء جسمه فيما بعد لو رجع للحياة. أما عن كيفية عمل الإنعاش القلب الرئوي، هي إنك تخلي المريض مستلقي على ظهره، ترجع راسه لورا علشان تفتح المجرى التنفسي، وتعمل حاجة اسمها ماوث تو ماوث بريثنج أو التنفس الصناعي، وهي إنك تحط بقك على بق المصاب وتحوطه بإيدك علشان تضمن غلقه كليا، وتبدأ تنفخ نفخة متوسطة الشدة لمدة ثانية واحدة لحد ما تلاقي صدر المصاب ارتفع معاك. بعد كده هتبعد بقك وتحافظ على وضع الرأس بتاع المصاب زي ما هو، وتبص على الصدر وتطمن انه بينزل تاني. بعد كده تاخد وضعية الجلوس على الركبتين جنب الشخص المصاب، وتحط كف ايدك في منتصف صدر المصاب والكف التاني على طرف الايد الاولى، وتحافظ على استقامة المرافق زي ما ظاهر قدامك في الفيديو، وتبتدي تضغط على الصدر بحيث تخلي القلب يضخ الدم بشكل يدوي للمخ والباقي أعضاء الجسم.
تستمر في الضغط بالشكل ده لحين وصول الفريق الطبي، وتدي نفس واحد بالطريقة اللي شرحناها كل 15 ضغطة. 15 ضغطة بعديها نفس، 15 ضغطة بعديها نفس. بعد وصول المصاب للمستشفى هيتم التعامل معاه من المتخصصين بإعطاء القلب صدمات كهربية، تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطاء الأدرينالين وجلوكونات الكالسيوم وغيره. لكن أهم خطوة تخص أي واحد خارج المجال الطبي هو إنه يتعلم إزاي يعمل إنعاش قلبي رئوي لحد ما الشخص المصاب يوصل المستشفى. الإنعاش القلب الرئوي من الأشياء المهمة اللي المفروض أي حد يتعلمها سواء داخل أو خارج المجال الطبي، لأن ده ممكن يفرق جدا في حياة شخص ممكن إنه يتعرض لتوقف القلب قدامك. في نهاية كلامنا ما تنسوش تتابعوني وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله.